بيبدأ فيلمنا في عالم خيالي بمملكتين موجودين جنب بعض، والمملكة دول بينهم عداوة جديدة وبيكرهوا بعض جدا. والمملكة الأولى بيعيش فيها البشر وبيحكمهم ملك متكبر وجشع، وكل البشر اللي في المملكة بتاعته بيغيروا من ثروة وجمال المملكة التانية، واللي هي مملكة اسمها مملكة مورز اللي بيعيش فيها مخلوقات سحرية وعجيبة. ومن ضمن المخلوقات السحرية دي جنية اسمها ميليفيسن، اللي بتكون عندها قوة جبارة جدا وأقوى من المخلوقات اللي في المملكة رغم إن سنها صغير. وبيكون واضح إن ميليفيسنت محبوبة من كل الموجودين اللي في المملكة، وإن هي جنية لطيفة. وأثناء ما ميليفيسنت بتمشي في المملكة بتتفاجئ بإن حراس المملكة ماسكين بشري حرامي وبيكون داخل يسرق منهم مجوهرات، فبتتدخل ميليفيسنت عشان تشوف شكل الحرامي ده، وبتتصدم لما بتلاقي ولد صغير اسمه ستيفان، فبتطلب منه يرجع الجوهرة اللي سرقها علشان الحراس ما يأذوهوش. فبيضطر ستيفان ان هو يرجع لها الجوهرة، وبعدها بتاخده ميليفيسنت وبتبعد عن الحرس، وبيمشوا سوا في الغابة وبيفضلوا يدردشوا سوا. وبتعرف ميليفيسنت منه ان هو ولد يتيم وفقير وشغال فلاح في مملكة البشر وبيعيش حياة صعبة. فبتفضل ميليفيسنت تواسيه وبتتمشى معاه لحد ما بتوصل لمملكة البشر. وبعد ما بيمشي ستيفان ويدخل مملكته وبيسلم عليها، لكن المفاجأة انه بيحصل حرق صغير في ايديها، وده لان ستيفان بيكون لابس خاتم حديد، والحديد بيحرق الجنيات. واول ما ستيفان بيعرف كده بيعتذر لها جدا وبيقلع الخاتم اللي في ايده وبيرميه بعيد علشانها. ولما بيعمل كده بتبدأ هي تعجب بيه وبتقع في حبه. وبتعدي الايام والاسابيع وبيرجع ستيفان للمملكة تاني، لكن المرة دي ما بيكونش جاي يسرق حاجة، وبيكون جاي يقابل ميليفيسنت لانه بيكون واقع في حبها وهي كمان بتبادله نفس الشعور، وهما الاتنين بيقضوا وقت كتير سوا وبيستمتعوا بوقتهم. وبتعدي سنين وميليفيسنت وستيفان بيكبروا وبيكونوا عندهم 16 سنة، وحبهم لبعض بدأ يكبر مع الوقت. وفي يوم عيد ميلاد ميليفيسنت بيقرب منها ستيفان وبيعترف لها بحبه، وهي كمان بتعترف له بحبها. وتمر كمان سنين وهما الاتنين بيكبروا أكتر، وميليفيسنت بتبقى هي حامية مملكة الجنيات بسبب قوتها الكبيرة. لكن المشكلة هي إن ما كانتش بتسمع أي أخبار عن ستيفان، وكان بيتجاهلها وما بيجيش يزورها. وبسبب إهمال ستيفان ليها كانت حاسة بوحدة جديدة، وكانت بتمر بفترة صعبة جدا. ورغم كده كانت بتحاول تتعايش مع الوضع ده وتركز على مملكتها وتحميها من أي خطر ممكن يأذي أي حد عايش فيها. لكن الجانب الآخر ملك البشر سمع عن ميليفيسنت وسمع عن قوتها الرهيبة، فقرر يقضي عليها وعلى مملكة الجنيات كلها. وبالفعل خد الملك الجيش بتاعه واتحرك ناحية مملكة الجنيات علشان يخلص على كل الموجودين فيها. لكن بمجرد ما وصل لهناك لقى ميليفيسنت مستنياه ومعها جيش قوي من المخلوقات السحرية علشان تواجهه بيه. وبدأت المعركة بين الطرفين، وميليفيسنت وجيشها السحري قدروا يتصدوا للملك. وفي وسط المعركة هجمت ميليفيسنت على الملك وعملت له إصابات خطيرة، وعلشان كده اضطر الملك إنه ينسحب فورا ويرجع تاني على مملكته هو واللي باقي من جيشه. ولما رجع الملك على مملكته كان متضايق جدا بسبب اللي ميليفيسنت عملته فيه، وكان عاوز ينتقم منها بأي شكل. وعلشان كده جمع الملك كل الوزراء بتوعه واللي شغالين عنده علشان يبلغهم خبر مهم. والخبر ده إن اللي هينتقم له وهيقتل ميليفيسنت هيتجوز بنته وهيحكم المملكة بعد ما هو يموت. وساعتها اتصدم كل الموجودين، واللي كان من ضمنهم ستيفن، واللي بيكون شغال في الوقت ده خادم في القصر الملكي بعد ما كبر. وأول ما ستيفن سمع كده خاف على حبيبته ميليفيسنت وقرر يروح يحذرها. وبالفعل راح ستيفن لميليفيسنت وقال لها على قرار الملك وطلب منها تاخد حذرها، لكن هي كانت زعلانة منه على إهماله ليها طول المدة دي. فاعتذر لها ستيفن عن غيابه وهي سامحته علشان بتكون بتحبه. وقعدوا بعد كده يتكلموا شوية مع بعض، لكن وهم قاعدين بيتكلموا بيديها ستيفن مشروب، ولما بتشرب ميليفيسنت المشروب ده بيغمى عليها. وهنا بنكتشف ان ستيفن ما كانش جاي يحذرها ولا حاجة، لكن كان جاي عشان يخدرها ويقتلها علشان عايز يبقى الملك. ولما اغمى عليها طلع ستيفن سكينة وحاول يقضي عليها، لكن بعد التردد الكبير ما قدرش يقتلها. لكن جات له فكرة مجنونة، وهي انه يقطع اجنحة ميليفيسنت ويديها للملك كأنه هو قدر يقتلها. ولما بيجي تاني يوم بيروح ستيفن للملك وهو مع اجنحة ميليفيسنت، وبيقدم الاجنحة دي للملك وبيقول له ان هو انتقم له من الجنية وخلص عليها. فاول ما الملك بيشوف اجنحة ميليفيسنت بيفرح جدا وبيقول لستيفن ان هو هيكون الوريث. وفي نفس الوقت ده بتصحى ميليفيسنت من فقدان الوعي اللي كانت فيه، وبتعرف ان اجنحتها
اتقطعت، وبتبدأ تستوعب كل اللي حصل بالتدريج. ولما بتفهم اللي حصل ده بتنصدم من خيانة ستيفن، وبتفضل تصرخ وتعيط بشكل هستيري. ولما بتهدى ميليفيسنت من الحالة اللي هي فيها بتبدأ شخصيتها تتغير 180 درجة، والجنية الطيبة اللطيفة دي بتتغير تماما وبتتحول لشخصية سوداوية وشريرة، وبتقرر ان هي مش هتصدق اي حد تاني، وكمان بتاخد قرار ان هي هتنتقم من ستيفن وتندمه على كل اللي هو عمله فيها. لكن المشكلة اللي بتواجهها هي ان ما بقتش قادرة تطير وتتحرك من مكان للتاني بعد ما اجنحتها اتقطعت، وعلشان كده بتقرر ان هي تعين كائن يقدر يطير علشان يساعدها على الانتقام من ستيفن. وبتجيب غراب اسمه ديفل وبتحوله لإنسان وبتديله مهمة، والمهمة هي إنه هو يجيب لها كل أخبار مملكة البشر أول بأول. وبكده تكون ميليفيسنت أخدت أول خطوة في رحلة انتقامها من البشر. وبتعدي الأيام والملك بيموت، وبعد موته بيتجوز ستيفن بنت الملك، وبيبقى ستيفن رسمي هو ملك مملكة البشر. وبيكون ديفل بيشوف تتويج ستيفن وبيروح ينقل الخبر ده لميليفيسنت، اللي بتزعل أكتر وأكتر لما بتعرف إن ستيفن خانها وباع حبهم كمان علشان يبقى هو الملك. ومع زيادة حزنها بتزيد رغبتها في الانتقام من ستيفن، وبتبقى شخصية مظلمة وشريرة أكتر من الأول، لدرجة إن المخلوقات السحرية اللي في المملكة بتاعتها اللي كانوا بيحبوها بقوا بيخافوا منها وبقوا بيعملوا لها ألف حساب. وبتعدي الشهور وبنشوف ديفل اللي هو جاي يبلغ ميليفيسنت بخبر مهم جدا، والخبر ده إن الملكة مرات ستيفن خلفت النهاردة طفلة جميلة اسمها أرورا، وإن مملكة البشر كلها بيحتفلوا بالمولودة أرورا، والملك عامل حفلة كبيرة على شرف بنته. فبتقرر ميليفيسنت إن هي تروح تبارك لستيفن وتشوف المولودة الجديدة، وبتكون عينيها كلها شر وشكلها مش ناوي على خير أبدا. وبالفعل بتقطع عليهم ميليفيسنت الحفلة اللي ستيفن عاملها لبنته، وبتسلم على ستيفن وعلى كل الموجودين، وبتقول لستيفن بسخرية هي إنها زعلانة منه جدا علشان ما عزمهاش على الحفلة. فبيحرجها ستيفن وبيقول لها إنها مش مرحب بيها في الحفلة ولا أصلا مرحب بيها في مملكة البشر كلها. فبتقول له إنها جاية ونيتها سليمة وعايزة تدي هدية للمولودة زي باقي الحضور. وبتروح ميليفيسنت للطفلة أورورا وبتلقي عليها لعنة، وبتقول إن أورورا هتعيش حياة جميلة ولطيفة لحد لما تتم 16 سنة بس، وفي يوم عيد ميلادها ال16 هتنام نوم أبدي عمرها ما هتصحى منه أبدا. فبينهار ستيفن وبيترجى ميليفيسنت قدام كل الحضور إن هي ما تأذيش بنته. فبتقول له ميليفيسنت يترجاها مرة تانية وساعتها هتفكر في الرجاء بتاعه. فبيترجاها ستيفن مرة تانية، وساعتها بتغير ميليفيسنت اللعنة اللي هي ألقتها على بنته، وبتقول له إن أورورا ممكن تصحى من النوم الأبدي في حالة واحدة، واللي هي قبلة الحب الحقيقية. وده لأن ميليفيسنت بعد اللي ستيفن عمله فيها بقت تعتقد إن مفيش شيء اسمه حب حقيقي، وإن هو لما اعترف لها بحبه وتقرب منها وهي عندها 16 سنة كان بيكذب عليها بدليل كل اللي عمله فيها. وعلشان كده قررت تنتقم منه في أقرب حاجة ليه وهي بنته. وبتمشي بعد كده ميليفيسنت من قصر المملكة وهي فرحانة بتحقيق انتقامها. ولما بتمشي بيكون ستيفن خايف جدا على بنته، فبيديها ل3 جنيات علشان يربوها في مكان سري بعيد عن ميليفيسنت، وعلى أمل إن الجنيات دول يعرفوا يوقفوا اللعنة قبل ما أرورا تتم 16 سنة. وكمان حاول بعد كده ستيفن يخلص على ميليفيسنت وبعت لها الجيش بتاعه علشان يحاربوها ويقضوا عليها، لكن ميليفيسنت عملت جدار سحري من الأشجار علشان يمنع أي شخص يدخل مملكتها. وفي نفس الوقت ده بيكون ال3 جنيات أخدوا أرورا لكوخ سحري في مكان بعيد عن المدينة، وبيتحولوا الجنيات ال3 لستات كبار علشان يقدروا يعتنوا كويس بأرورا. ورغم ان هم في مكان بعيد وسري، لكن المفاجأة ان ديفل اكتشف المكان ده وعارف هم هربوها فين بالظبط. وطبعا بيروح ديفل يقول لميليفيسنت على مكان الجنيات وأرورا. فبتقرر ميليفيسنت ان هي تروح لأرورا وتشوفها، واول ما بتشوفها بتفضل تقول عليها الطفلة شكلها وحش وبتحاول تخوفها وترعبها، لكن أرورا كانت بتضحك لها فبتضعف ميليفيسنت وبتمشي من قدامها على طول بسبب ضحكتها الحلوة والبريئة. ولما بيجي تاني يوم بيكون ديفل بيراقب الطفلة والجنيات من بعيد بأمر من ميليفيسنت، وبيلاحظ ان الجنيات مش عارفين يتعاملوا مع أرورا نهائي ولا بيهتموا بيها ولا حتى عارفين يأكلوها. ولما ميليفيسنت بتعرف كده بتؤمر ديفل يهتم بالطفلة ويرعاها علشان ما تموتش قبل ما تتم 16 سنة. وبالفعل لما بيجي الليل والجنيات بيروحوا في النوم بيروح ديفل يهتم بالطفلة ويعتني بيها. وفي نفس الوقت ده بيكون جيش ستيفن بيحاول يدمر الجدار السحري علشان يدخل المملكة ويقتل ميليفيسنت، لكن الجدار السحري ده بيتحرك من مكانه وبيحاربهم وبيقدر يهزمهم كلهم. ولما بيرجع قائد الجيش لستيفن ويعرفوا ان هما مش
قادرين يدخلوا للمملكة بيتعصب ستيفن عليه وبيضربه، وما بيكونش عارف ازاي هيقدر يقضي على ماليفيسنت لحد لما بيفتكر حاجة مهمة واللي هي الحديد، لأن الحديد بالنسبة للجنيات نقطة ضعف كبيرة. وبيفتكر ان ماليفيسنت اتحرقت قبل كده لما سلمت عليه وهو لابس الخاتم الحديد، فبيأمر رجالته يجيبوا كل الحدادين وكل الحديد اللي في المملكة. وبتعدي بعد كده السنين وبتكبر أرورا شوية، وبيكون واضح ان الجنيات مش مهتمين بيها. وأثناء ما أرورا بتلعب وبتحاول تمسك فراشة طايرة وهي مش واخدة بالها، بتكون هتقع من فوق جبل وهتموت، لكن ماليفيسنت بتستخدم سحرها وبتنقذ أرورا. وبيبان ان في جزء من ماليفيسنت لسه طيب، وبتمر سنة ورا سنة وبتكبر أرورا أكتر، وماليفيسنت لسه بتراقبها وبتحميها من بعيد لبعيد من غير ما هي تاخد بالها. وفي يوم بتقرب أرورا من الجدار السحري وبتكون بتتمنى تعرف ايه العالم الموجود ورا الجدار ده، فبتستخدم ماليفيسنت سحرها وبتخلي أرورا تفقد وعيها للحظات، وبتاخدها وبتدخل بيها للمملكة السحرية وبتخليها تفوق وهي جوه المملكة، وبتفضل تراقبها من بعيد كالعادة. ولما بتفوق أرورا وبتشوف المخلوقات السحرية والمكان الخيالي اللي حواليها بتنبهر، وبتكون مش مصدقة عينها خالص. وبتكون ماليفيسنت برضو بتراقبها من بعيد، وفجأة بتبصلها أرورا وبتقول لها إنها عارفة إن هي بتراقبها، وبتطلب منها إن هي تتكلم معاها. فبتطلع ماليفيسنت من المكان اللي هي مستخبية فيه وبتظهر لأرورا لأول مرة، لكن المفاجأة إن أرورا بتقول لها إن هي عارفاها وعارفة إن هي بتراقبها وبتحميها من زمان قوي، لحد لما بتستخدم ماليفيسنت سحرها وبتخلي أرورا تروح في النوم علشان تخلص من الصداع بتاعها. وبيجي تاني يوم ولما بتصحى أرورا بتاخدها ماليفيسنت دي جولة في المملكة وبتوريها المخلوقات والكائنات العجيبة، وبتبدأ أرورا تتعرف على الكائنات دي وبتفضل تهزر وتلعب معاهم، وحتى ماليفيسنت بتلعب معاهم، وكلهم بيقضوا وقت لطيف مع بعض وبيستمتعوا سوا. وبتبدأ تنشأ علاقة صداقة قوية ما بين ماليفيسنت وأرورا وبيبقوا أصحاب. ولما بيجي الليل وبتروح أرورا في النوم بتدخل ماليفيسنت أوضتها وبتقرر إن هي تبطل اللعنة اللي رمتها على أرورا، فبتحاول تبطل اللعنة بكل قوتها، لكن للأسف بتفشل لأن اللعنة اللي هي رمتها عليها كانت قوية جدا، وماليفيسنت بقت أضعف من زمان. وبتعدي الأيام وبتشوف ماليفيسنت وهي راحة تتكلم مع أرورا وبتقول لها إن في شر في العالم ده وإن هي مش هتقدر تحميها منه. فبتقول لها أرورا إن عيد ميلادها ال16 بكرة وفاضل عليه ساعات قليلة، وإن هي خلاص هتعتبر كبيرة بعد كده وهتقدر تخلي بالها من نفسها كويس. وبتقول لها إن أول قرار هتاخده بعد ما تكبر إن هي تنتقل من مملكة البشر وتروح تعيش في المملكة السحرية. فبتقول لها ماليفيسنت إن هي ممكن تنتقل وتعيش معها في المملكة السحرية من اللحظة دي، وإنها مش لازم تستنى لما تكبر يعني. فبتفرح أرورا جدا وبتتحمس للموضوع ده، وبتقرر إن هي تروح تقول الموضوع ده لخالتها الثلاثة. وأثناء ما هي رايحة لهناك بتقابل شاب وسيم اسمه فيليب، وبيكون فيليب في الوقت ده تايه، فبيسألها على طريق القصر الملكي وبتوصفه ليه. وأثناء الطريق بيتعرفوا على بعض، ومن أول نظرة الاتنين بيعجبوا ببعض. وفي نفس الوقت ده ماليفيسنت وديفل بيكونوا بيراقبوه من بعيد، فبيقول ديفل لماليفيسنت إن الشاب ده هو الحل عشان يكسروا لعنة أرورا، لكن ماليفيسنت بتقوله إن مفيش حاجة اسمها حب حقيقي وإن الكلام ده كله سخافات. فبيقول لها إن الكلام ده سخيف بالنسبة لها، لكن مش بالضرورة يكون سخيف للكل، خصوصا لو كان مصير أرورا متعلق بيه. وبيسيبها ويمشي وهو متضايق منها. وبعدها بنشوف أرورا وهي رايحة للجنيات اللي ربوها وبتقول لهم إن هي كبرت وقررت إن هي هتسيب البيت، فبيتعصبوا كلهم عليها وبيقعوا بالكلام وبيقولوا لها إن هم هيرجعوها لأبوها وهو هيتصرف معاها. فبتنصدم أرورا لأن هم مفهمينها إنها يتيمة وإن هم متبنيينها، وبسبب غلطهم ده بيضطروا يقعدوا معاها ويحكوا لها على كل حاجة من الأول وبأدق التفاصيل. ولما بتعرف أرورا كل حاجة بتروح تواجه ماليفيسنت بالحقيقة وباللعنة اللي هي لعنتها بيها، فبتحاول ماليفيسنت تعتذر لها وبتحاول تقرب منها وتصالحها، لكن أرورا بتبعد عنها وهي منهارة من العياط وبتسيبها وبتمشي. وبتروح أرورا بعد كده لستيفان أبوها وبتقوله إن هي بنته، وهو طبعا بيقدر يتعرف عليها علشان هي شبه أمها جدا، لكن بيتعصب إن الجنيات رجعوها قبل عيد ميلادها بساعات. وبالفعل بياخدوها وبيحطوها في أوضة، لكن هي بتقدر تهرب منهم وبتفضل تتمشى في القصر لحد لما بيفوت الأوان واللعنة بتشتغل. وبتبدأ أرورا في حالة من النوم الأبدي، وفي اللحظة دي بتدخل ماليفيسنت للمكان وهي معها فيليب على أمل إن لما فيليب يتقرب من أرورا اللعنة هتتفك. وبالفعل بيقرب فيليب من أرورا وبيبصلها، لكن مفيش أي حاجة بتحصل.
والكل بيفقد الأمل إن أرورا تفوق من الحالة اللي هي فيها دي، خصوصا ماليفيسنت اللي بتنهار من العياط وبتزعل جدا على أرورا، وبتعتذر ماليفيسنت لأرورا على كل اللي عملته فيها، وبتقرب منها وبتبصلها وهي بتعيط. والمفاجأة هنا إن أرورا بتفوق من الحالة اللي هي فيها واللعنة بتتفك، وده لأن ماليفيسنت بتحبها زي بنتها فعلا، والحب اللي بتحبه لها ده حب حقيقي، وده كفيل إن هو يكسر اللعنة. وساعتها ماليفيسنت كانت طايرة من الفرح ومش مصدقة عينيها، وبتاخدها ماليفيسنت علشان يخرجوا من القصر. لكن المفاجأة إن الجنود بيهجموا على ماليفيسنت وبيرموا عليها شبكة حديد بتخليها مش عارفة تتحرك، وبيهجموا عليها بأسلحة كلها حديد، وبيفضلوا يضربوا فيها. وفي آخر لحظة قبل ما يخلصوا عليها بيتحول ديفل لتنين وبيضرب كل الجنود وبيبعدهم عنها وبيقدر ينقذها. وفي وسط المعركة دي بتروح أرورا تشوف أي حاجة تساعد بيها ماليفيسنت، وده لأن الجنود بيقدروا يضربوا ديفل وبيسيطروا عليه، وكمان بيحاوطوا ماليفيسنت من كل اتجاه. وفي اللحظة دي بيدخل ستيفن علشان يتخلص من ماليفيسنت بنفسه، وبيكون خلاص هيخلص عليها. لكن في آخر لحظة أرورا بتدي ماليفيسنت الأجنحة بتاعتها، وده لأن ستيفن كان محتفظ بالأجنحة بتاعتها. ولما أرورا شافتها قررت ترجعهم لماليفيسنت وتساعدها، وبالفعل بتستخدم ماليفيسنت الأجنحة بتاعتها وبتصطاد لستيفن وجنوده، وبتحرر ديفل وبيرجع ديفل يشتبك مع الجنود مرة تانية. وماليفيسنت بتاخد ستيفن وبتطير بيه لمكان عالي وبتكون هتقتله، لكن في النهاية بتغير رأيها وبتقرر ان هي تسامحه وتسيبه. لكن بمجرد ما بتديله ظهرها بيحاول يقتلها، فبتاخده وبتطير بيه لمكان عالي وبترميه من فوق وبتتفرج عليه وهو بيموت. وبكده تكون قدرت ماليفيسنت تحقق انتقامها من الشخص اللي خانها، وبيفصل بين المملكتين وبتوحد المملكتين وبتخليهم مملكة واحدة. وبتجمع ماليفيسنت الشعبين وبتعلن ليهم ان الملكة بتاعتهم هي أرورا، وبكده يكونوا كلهم هيعيشوا مع بعض في سعادة في أرض واحدة من غير ما يكون في بينهم صراع أو مشاكل. وبترجع تاني ماليفيسنت الشخصية الطيبة واللطيفة. النهاردة هنحكي قصة ماليفيسنت الجزء الثاني، واحدة من أقوى وأجمل حواديت ديزني. بس قبل ما نبدأ حابة أقول لكم إني بحاول أوصل ل1000 مشترك قبل نهاية الشهر، وده مش هيحصل غير بدعمكم الجميل. ولو عجبكم محتوايا وعايزيني أكمل وأطور القناة أكتر وأكتر، ما تنسوش اللايك والاشتراك، وكمان الكومنت بتاعك بيفرق معايا جدا وبيديني دافع إني أكمل. بيبدأ فيلمنا بعد أحداث الجزء الأول ب5 سنين، وبنشوف 3 حرامية وهما بيتسللوا لأرض الجنيات وبيحاولوا يسرقوا كائنات سحرية صغيرة من هناك، وده علشان يبيعوا الكائنات السحرية دي لأشخاص مجهولين بسعر كبير. وبيسرقوا كائن سحري وبيحاولوا يخرجوا من أرض الجنيات بسرعة، لكن فجأة بتظهر ماليفيسنت وبتتصدى ليهم وبتقدر تخلص على 2 منهم، لكن الثالث بيقدر يفلت منها وبيهرب هو كمان مع كائن سحري. وبيروح الحرامي ده للشخص المجهول اللي بيشتري الكائنات السحرية منه وبيبيعله الكائن اللي هو خطفه. لكن الشخص المجهول ده بيشوف زهرة سحرية اسمها زهرة ضريح، وكان الحرامي أخدها من أرض الجنيات وهو بيهرب. وأول ما الشخص ده بيشوف الزهرة مع الحرامي بياخدها منه على طول وهو فرحان، وبيكون واضح إن الزهرة دي مش زهرة عادية وأكيد وراها سر كبير. وبيجي تاني يوم وبنشوف الملكة أورورا وهي مجمعة كل الكائنات اللي في المملكة علشان تتناقش معاهم بخصوص موضوع مهم، واللي هو عمليات الخطف المستمرة اللي بتحصل للكائنات السحرية على أرضها. وبتكون عايزة تعرف مين اللي بيخطف الكائنات السحرية وبيعمل بيهم ايه، لكن للأسف مش بتقدر توصل لأي معلومة، والموضوع بيكون مجهول تماما. وكمان بتكون كل الكائنات خايفة والسبب عمليات الخطف دي. فبتفضل أرورا تطمن شعبها، وبعدها بتقعد تلعب أرورا مع الكائنات السحرية اللي هم أصحابها، وبيكونوا بيستدرجوها لمكان معين. وأول ما هي بتروح لهناك بتروح تلاقي قدامها حبيبها واللي بيكون اسمه فيليب، وبيكون متفق مع الكينات ان هي تستدرج أرورا علشان بيكون محضر لها مفاجأة. والمفاجأة دي ان هو بيتقدم لها للجواز، وطبعا أرورا بتطير من الفرحة وبتوافق بدون تردد، وبينتشر الخبر في كل مكان وبتبدأ كل الكائنات تحتفل بالخبر ده. ومن ضمن الكائنات اللي سمعوا بالخبر اللي هو الغراب اسمه ديفل، واللي بيكون مساعد ماليفيسنت ومقرب منها جدا ويعتبر دراعها اليمين. وأول ما ديفل بيسمع الخبر ده بيروح على طول يبلغه لماليفيسنت، وهي أول ما بتسمع الخبر ده بتتعصب
بتتعب وبتتضايق، وبتروح علشان تتكلم مع أرورا وبتقول لها إن الحب نهايته وحشة، وإن هي لازم ترفض الجوازة دي، وخصوصا إن فيليب بشري، وإن هو أمير لمملكة موجودة جنبهم، والعلاقة متوترة بينهم وبين المملكة دي. فبتقول لها أرورا إن فيليب شخص مختلف، وبتطلب منها تثق فيه وتديله فرصة علشان خاطرها هي، وعلشان ماليفيسنت بتحب أرورا جدا وبتعتبرها بنتها، فبتضطر إنها توافق وبتدي فرصة لفيليب. وفي نفس الوقت ده بيروح فيليب لأبوه الملك، واللي بيكون اسمه جون، وأمه الملكة اللي بيكون اسمها إنجريس، وبيبلغهم فيليب إن أرورا وافقت على الجواز منه. فبيفرح أبوه جدا وبيبارك له، لكن بيكون واضح على أمه إنها مش مبسوطة من الجوازة دي، ولا كانت تتمنى إن هي تتحد مع مملكة الجنيات، ولا بتحب الجنيات من أساسه، وواضح أكتر إنها شريرة ومش ناوية على خير أبدا. لكن الملك جون بيكون شخص لطيف، وبيطلب من فيليب إن هو يعزم أرورا وماليفيسنت على العشاء عشان الأسرتين يقابلوا بعض ويتعرفوا على بعض أكتر. فبيوافق فيليب وبيكون متحمس، لكن إنجريس بتسيبهم وبتمشي وهي متضايقة ومتعصبة، وبتنزل للدور الأرضي وبتحرك راس التمثال. وأول ما بتحرك راس التمثال ده بيفتح باب سرداب سري، وبيكون محدش في القصر يعرف عنه حاجة. وبتدخل إنجريس للسرداب ده، وهنا بنكتشف إن هي عندها عمال في السرداب وبيصنعوا أسلحة من الحديد، وده علشان الحديد هو نقطة ضعف الجنيات الوحيدة. وبنكتشف كمان إن هي الشخص المجهول اللي ورا سرقة الكائنات السحرية، وده لأن هي عندها مخترع بيقدر يستخلص مواد سحرية من الكائنات دي علشان يصنع للملكة إنجريس ترياق سحري، ويقدروا يستخدموا الترياق ده في القضاء على الجنيات. وإن زهرة الضريح اللي في أراضي الجنيات هي أكتر حاجة ممكن تساعدهم في صنع الترياق ده، وعشان كده هي والمخترع بتاعها كانوا فرحانين بزهرة الضريح جدا. وبيكون واضح إن إنجريس عندها خطة شريرة علشان تقضي على ماليفيسنت والمملكة بتاعتها للأبد. وفي نفس الوقت ده بتروح أرورا تطلب من ماليفيسنت إن هي تروح معاها يقابلوا أسرة فيليب علشان يتعرفوا على بعض. وفي الأول بتكون ماليفيسنت رافضة الفكرة علشان البشر اللي في مملكة فيليب بيخافوا من ماليفيسنت، وده لأن هما بيعتبروها شريرة جدا من ساعة ما قتلت ستيفن زمان ولعنت أرورا. ورغم إن هي قتلت ستيفن علشان هو كان بيحاول يقتلها، وإن هي فكت لعنة أرورا، لكن برضو الناس شايفاها شريرة. فبتفضل أرورا ورا ماليفيسنت لحد ما بتخليها تغير رأيها، وبتوافق إن هي تروح معاها يقابلوا أسرة فيليب. وبالفعل بيروحوا كلهم للمملكة، وأول ما بيدخلوا المملكة كل الموجودين بيترعبوا من ماليفيسنت وبيبعدوا عنها، لكن هي بتتجاهلهم وبتكمل في طريقها لأسرة الملك بدون أي مشاكل. وبيوصلوا كلهم لهناك، وفيليب بيستقبلهم وبيرحب بيهم وبيعرفهم على أبوه وأمه، وبيرحب الملك جون بيهم وبيعملهم بأحسن طريقة. لكن إنجريس مراته بتكون بتتعامل بوقاحة جدا، وبعدها بيقعدوا كلهم يتعشوا وفي نفس الوقت بيدردشوا سوا. لكن بتفضل إنجريس تستفز ماليفيسنت، وبتفضل تفتح في المواضيع القديمة زي موضوع ستيفن أبو أرورا، وكمان بتلمح إن ماليفيسنت زمان لعنت أرورا وكانت هتقضي عليها. وبتكون ماليفيسنت متعصبة على آخرها منها، لكن أرورا جنبها عمالة تهديها علشان ما تردش عليها. فبتحاول إنجريس تستفز ماليفيسنت أكتر، وبتقول إنجريس لأرورا إن من اللحظة دي هي هتبقى في مقام أمها علشان تغيظ ماليفيسنت بإن هي هتاخد أرورا منها. فهنا بتفقد ماليفيسنت أعصابها تماما، وبتتحول عليهم كلهم لما بتحس إن أرورا هتتاخد منها. وبتقول لهم ماليفيسنت إن الجوازة دي مش هتتم أبدا، وإن المملكتين عمرهم ما هيتحدوا نهائي. فبتستغل إنجريس الوضع، وبتفضل تقول على ماليفيسنت إنها ساحرة شريرة، وبتأمر الحراس إن هم يحموها هي والملك من الساحرة قبل ما تقتلهم. وفجأة وبدون سابق إنذار بيقع الملك وبيغمى عليه. فبتستغل إنجريس الوضع مرة تانية، وبتقول إن ماليفيسنت لعنت الملك. فبتنكر ماليفيسنت الكلام ده كله، وبتقول إن هي ما عملتلوش حاجة، لكن للأسف محدش بيصدقها حتى أرورا. وبتقرر ماليفيسنت إن هي تسيب المهزلة دي كلها وتمشي، وبتقول لأرورا تمشي معاها، لكن أرورا بترفض إنها تمشي معاها وبتقرر تفضل مع فيليب وأسرته. فبتتصدم ماليفيسنت من اللي أرورا بتعمله وبتسيب أرورا وبتطير من القصر. لكن وأثناء ما هي طايرة بينضرب عليها طلقة حديدية من واحد من جنود إنجريس، وبتتصاب ماليفيسنت إصابة شديدة جدا وبتقع في النهر. لكن لحسن الحظ بيجي كائن مجهول وبيقدر يطير زيها، وبيطلعها من المية وبينقذها وبياخدها وبيمشي. وفي نفس الوقت ده ما بيكونش حد عارف يصحي الملك من
الحالة اللي هو فيها، وبتكون أرورا حاسة بالذنب وبتلوم نفسها على كل اللي حصل، وعشان كده بتقول لهم إن هي هتروح تدور على ميليفيسنت وهتخليها تفك اللعنة اللي حطتها على الملك. وبالفعل بتروح أرورا لهناك وبتفضل تدور على ميليفيسنت في كل مكان، لكن مش بتلاقيها. فبيظهر ديفل قدامها وبيقول لها إن هو كمان مش قادر يلاقي ميليفيسنت نهائي، ومفيش أي حد بيكون عارف هي فين. وتاني يوم بتصحى ميليفيسنت وبتلاقي إن في حد عالج جرحها، وبتلاقي نفسها في مكان غريب، فبتقوم تتمشى في المكان لحد لما بتتفاجئ بقبيلة كاملة قدامها من نفس نوعها، والقبيلة دي بيكونوا بيتناقشوا مع بعض، وإن في واحد منهم اسمه بورا، وبيكون بورا ده بيشجعهم علشان يحاربوا البشر، لأن البشر بيحاربوهم من زمان وبيتمنوا إنهم يقضوا عليهم، وحتى دلوقتي بيهاجموا ميليفيسنت اللي هي تعتبر واحدة من نفس نوعهم. فبيرد عليه جن من الموجودين اسمه كونال، وكونال ده هو الكائن اللي أنقذ حياة ميليفيسنت. وبيقول كونال لبورا إن البشر عددهم كبير جدا وحاليا طوروا أسلحة قوية وصعب إنهم يهزموهم. فبيقول لبورا إن هم معاهم حاجة ما كانتش معاهم قبل كده، واللي هي ميليفيسنت، وإن ميليفيسنت عندها قوة جبارة ورهيبة وأقوى منهم كلهم بمراحل، وهي الأمل في إنقاذهم. وبالفعل كل الموجودين بيقتنعوا بكلامهم ما عدا ميليفيسنت، واللي بتدخل في اللحظة دي وبتسألهم هما مين وإيه اللي بيحصل بالظبط. فبيطلعوا كلهم من المكان وبيسيبوا ميليفيسنت مع كونال عشان هو اللي هيشرح لها. فبياخدها كونال في جولة في المكان وبيقول لها إن هم يبقوا جن الظلام، وإنهم من نفس نوعها ومن نفس سلالتها، والفرق بينهم إن هم اضطروا يعيشوا في أماكن سرية علشان يبعدوا عن البشر وشرهم. وبيوريها آثار الحرب اللي حصلت بينهم زمان وبين البشر، وبيعرف إنهم خسروا في الحرب دي ومن ساعتها وهم مستخبيين. فبتتأثر ميليفيسنت بكلامه وبتقوله إن هم لو حاربوا البشر فهي هتقف معاهم وهتساعدهم، لكن كونال بيكون رافض إن هم يدخلوا في حرب تانية مع البشر، وبيقول لها إن أكيد في حل غير الحرب وإنهم ممكن يعيشوا مع البشر بسلام. لكن ميليفيسنت ما بتكونش مقتنعة بكلامه وبتكون واثقة إن هم عمرهم ما هيعيشوا مع البشر بسلام. وفي نفس الوقت ده بنشوف أرورا وهي رايحة للقصر الملكي علشان تتكلم مع إنجريس، وبتقول لها أرورا إن هي مش قادرة تلاقي ميليفيسنت، وبتعتذر لها مرة تانية على كل اللي حصل. فبتقول لها إنجريس إن هي ما ينفعش تعتذر لأن هي ملهاش ذنب في أي حاجة، وإن الحل الوحيد علشان نتخطى كل اللي حصل ده إنهم يبدأوا تحضيرات الجواز. فبتقتنع أرورا بالفكرة، وبالفعل بيبدأوا التحضيرات للفرح، وبيتم الإعلان عن ميعاد الفرح في كل المملكة، وكمان بيعزموا كل الكائنات السحرية في الفرح. وفي نفس الوقت ده بتكون ميليفيسنت موجودة مع كونال، وبياخدها وبيوريها هيكل عظمي لأسطورة قديمة اسمها أسطورة فينيك، وبيقول لها إن كل جان الظلام انحدروا من الأسطورة دي، وإن هي آخر واحدة من السلالة، ودم الأسطورة بيجري في دمها، وعلشان كده هي عندها قوة جبارة مش موجودة عند أي حد منهم. ورغم كده هو مش عايزها تستخدم القوة دي في الشر، وبيطلب منها إنها تتوسط لهم عند البشر علشان يعيشوا معهم في سلام، لأن هي ربت بنت بشرية منهم على إنها بنتها وتقدر تحل كل الخلافات اللي بينهم وبين البشر. لكن هي بتقوله إن البنت اللي هي ربتها اختارت البشر في النهاية، وبترفض الفكرة دي وبتكون حزينة جدا. وفي اللحظة دي بيدخل بورا وبيقول لكونال إن هو سمع إن في حفلة زفاف هتتعمل في المملكة، وإن ده أنسب وقت يهجموا فيه على البشر ويخلصوا عليهم كلهم ويحتلوا المكان. وفي الوقت ده بتكون ميليفيسنت مصدومة علشان بتقدر تستنتج إن ده فرح أرورا، ومع ذلك بتسكت ومش بتتكلم. وفي نفس الوقت ده بتكون إنجريس بتحاول تغير سلوكيات أرورا وتعودها على الحياة الملكية، زي إنها تلبسها فساتين الملكات وتخليها تاكل بطريقة كويسة وشيك. لكن أرورا بتكون مشتتة وكل تفكيرها بيكون في ميليفيسنت لأنها بتكون مفتقدها جدا. وانشغال إنجريس مع أرورا مش بيمنعها تكمل خطتها في القضاء على الجنيات. وبتنزل إنجريس للسرداب وبتشوف إيه أخبار الترياق اللي المخترع بتاعها شغال عليه، وبيقول لها المخترع إن هو قدر يصنع الترياق، وإن الترياق ده قوي جدا وقطرة واحدة منه كافية لتبخير أي جني مهما كان. لكن المشكلة اللي بتواجههم هي إنهم محتاجين كميات كبيرة من زهرة الضريح عشان يقدروا يصنعوا كميات كبيرة من الترياق. فبتوافق إنجريس بعد ما بتنبهر بمفعوله وقوة الترياق ده، وبتقرر تبعت جنودها يجيبوا كمية من زهرة الضريح. وبالفعل بتبعت عدد كبير من الجنود وبيبدأوا يسرقوا الزهرة دي. والمفاجأة إن ميليفيسنت بتحس بالجنود، وده لأن زهور الضريح هي عبارة عن روح الجنيات اللي توفوا. فبتروح ميليفيسنت على طول هناك علشان توقف الجنود قبل ما يسرقوا كل الزهور، ولكن للأسف لما بتوصل هناك مش بتلاقي ولا زهرة، وبتلاقي إن الجنود سرقوهم كلهم. وفجأة بتلاقي
باقي الجنود كانوا مستنيينها وعارفين إن هي هتوصل، وبيبدأوا يضربوا عليها طلقات حديدية، لكن في اللحظة دي بيظهر كونال وبيحمي ماليفيسنت وبياخد الطلقات الحديدية بدلها، والجنود دول بيكونوا خلاص هيخلصوا عليهم هما الاتنين لحد ما بورا بيتدخل وبيخلص على كل الجنود وبينقذهم. لكن كونال بيكون مصاب إصابة شديدة فبياخدوه على أرضهم علشان يحاولوا يعالجوه. وبيجي تاني يوم وبيكون ده يوم فرح أرورا، وكل الكائنات السحرية بيروحوا للمملكة علشان يحضروا الفرح. ولما بيوصلوا لهناك الجنود بيدخلوهم قاعة خاصة وبيرفضوا يدخلوا أي بشر للقاعة دي. وفي نفس الوقت ده بيروح فيليب يتكلم مع أرورا قبل ما يجهزوا، وبيفضل يقول لها كلام رومانسي وبيديها زهرة، وبيقول لها إن دي زهرة خاصة أخدها من أمه. والمفاجأة إن أرورا بتكتشف إن الزهرة دي هي زهرة الضريح، وبتبدأ تحس إن في حاجة غلط بتحصل في القصر، وبتقرر إنها لازم تكتشف إيه اللي بيحصل بالظبط وإزاي قدروا يوصلوا لزهرة الضريح. وبتفضل تدور في القصر على أي حاجة تساعدها لحد لما بتنزل للدور الأرضي وبتشوف التماثيل في كل مكان. ولما بتحرك راس التمثال منهم بيفتح باب السرداب السري، وبتنزل للسرداب وبتلاقي كل الكائنات السحرية اللي كانت بتتخطف من المملكة بتاعتها، وبتشوف كل المواد السحرية والأسلحة اللي موجودة في كل مكان. وبتفهم إن الملكة إنجريس ناوية تقضي على كل الجنيات والكائنات السحرية. وهنا بتوصل إنجريس للمكان وبتبدأ توضح كل خطتها الشريرة لأورورا، وكمان بتقول لها إن هي اللي لعنت الملك بالمواد السحرية اللي عندها، وإن ماليفيسنت ما عملتش أي حاجة وإنها بريئة، وده لأن الملك كان ضعيف وعايز يتحد مع مملكة الجنيات، إنما هي عايزة تقضي عليهم. وبعد ما بتقول لأرورا على كل حاجة بتأمر رجالتها يحبسوا أرورا في أوضتها لحد لما تقضي على كل الكائنات السحرية. وفي الوقت ده بتكون ماليفيسنت موجودة جنب كونال، واللي بيكون لسه مصاب إصابة خطيرة وحالته صعبة جدا بسبب الحديد. وبتكون ماليفيسنت متضايقة جدا ومتعصبة على اللي حصل لكونال، وعشان كده بتدي إشارة البورة معناها إنها موافقة على الهجوم على البشر. فبيروح بورا يقول خطاب لباقي الجن وبيقول لهم إنهم هيحاربوا البشر وهينتقموا لكونال وكل الجن اللي البشر قتلوهم، وهيقضوا على كل البشر ومش هيرحموهم مهما حصل. وكل الجن بيوافقوا على كلامه وبيبدأوا يجهزوا نفسهم للحرب. وبعد ما بيجهزوا بيطيروا كلهم ناحية المملكة. وفي الأثناء دي في المملكة بتكون إنجريس جهزت كل الأسلحة الحديد وكمية كبيرة من الترياق، وبتاخد جنودها وبتقفل القاعة الخاصة اللي هي متجمعة فيها كل الكائنات السحرية، وبتدي أمر لجنودها إن هم يبدأوا يرشوا ترياق في كل مكان في القاعة. وبالفعل بيبدأ الترياق ينتشر في القاعة ويقضي على كل الكائنات السحرية الموجودة في ثواني. وبتكون أرورا شايفة المنظر الفظيع ده من شباك أوضتها، وبتقرر إنها تهرب من الأوضة اللي محبوسة فيها، وبتحاول توصل لأي مساعدة أو تعمل أي خدعة في الحراس وتهرب منهم. وبتروح لفيليب وبتحكي له على كل حاجة عن أمه وعن خطتها، فبيصدقها فيليب وبيقرر يساعدها. وفي نفس اللحظة دي بيوصل بورا للمملكة وهو بيكون معاه كل جن الظلام وبيستعدوا للهجوم على المملكة. وبتكون إنجليس مستعدة كويس وبتخلي جنودها يضربوا الترياق على الجن ويقضوا عليهم، وبيكون هم كمان مش متوقعين كده وبيموت عدد كبير منهم، فبيأمرهم فورا بالانسحاب. وبالفعل كل الجن بينسحبوا من المكان، لكن بتكون دي خدعة تكتيكية من بورا، وبيعيد تشكيل الجن اللي معاه من تاني وبياخدهم وبيهجموا من ناحية تانية وبيبدأوا في الاشتباك معاهم. وفي نفس الوقت ده بيكون كونال بيحتضر وعلى وشك ان هو يموت، وقبل ما يموت بيترجاها ان هي توحد البشر والجنيات، وبعدها بيتوفى كونان. واول ما بيموت الغضب والزعل بيتملكوا من ماليفيسنت وهو بيترجاها ان هي تنتقم له. وبنرجع تاني للحرب اللي ما بين الجن وجنود انجليس، وبيكونوا لسه مشتبكين مع بعض ومحدش عارف يتفوق على التاني. وفيليب بيروح لامه وبيحاول يخليها توقف اللي بتعمله، لكن امه بتقوله انك ضعيف زي ابوك، وبتأمر رجالتها ان هم يحبسوه، لكن هو بيقدر يهرب منهم قبل ما يقبضوا عليه. وهو في نفس الوقت ده بتكون أرورا وديب اللي بيحاولوا يفتحوا باب القاعة للكائنات السحرية علشان يقدروا ينقذوا أي كائنات لسه عايشة، لكن الجنود بيدخلوا لهم هما الاتنين. وفي اللحظة دي بتوصل ماليفيسنت للمكان وبتكون متعصبة جدا وبتبدأ تهجم عليهم بقوتها الرهيبة وبتقلب موازين الحرب لصالح الجان. وكمان بتحاول ديفل لدب عملاق وبيفتح باب القاعة وبيحرر الكائنات السحرية اللي لسه عايشة. وبالنسبة لفيليب بيكون عنده القدرة ان هو يقتل بورا، لكن هو بيرفض يقتله وبيقول له انه مش هيقتل اي جان لان ده اللي امه عايزاه وهو مش عاوز غير السلام. فبيستغرب بورا من اللي سمعه وبيسيبه وبيمشي من غير ما يشتبك معاه. وفي الوقت ده ماليفيسنت بتقدر تخلص على كل الجنود تقريبا وبتروح ناحية انجليس علشان تقتلها، وقبل ما تقتلها بتدخل أرورا وبتترجى
ماليفيسنت إن هي توقف اللي بيحصل، فبتستغل إنجليس إن أورورا مشغولة مع ماليفيسنت، وبعد كده بتشوف السهم وبتبعد أورورا وبتتصاب مكانها. والمفاجأة إن السهم ده بيكون فيه الترياق اللي بيقضي على الجنيات، فبتبدأ ماليفيسنت إنها تتبخر وبتتحول لرماد قدام عيون أورورا، واللي بتكون مصدومة ومنهارة من العياط. وبمجرد ما بتتبخر ماليفيسنت بتعلن إنجليس إن خلاص ماليفيسنت ماتت، لكن اللي بيحصل غير متوقع، وحب أورورا لماليفيسنت بيقدر ينقذها تاني، وده بعد ما دموع أورورا بتنزل على رماد ماليفيسنت. وبسبب الحب اللي بينهم بيتجمع الرماد من تاني، وبتتجمع ماليفيسنت من تاني وبترجع على شكل الأسطورة القديمة فينيكس. وبتكون إنجليس بتشوف اللي بيحصل ده وهي مرعوبة وخايفة جدا، وعشان كده بترمي أورورا من فوق المبنى عشان تشغل ماليفيسنت عبال ما تهرب، لكن ماليفيسنت بتنزل ورا أورورا بسرعة وبتنقذها. وإنجليس بتحاول تهرب في الوقت ده، لكن بتتفاجئ إن بورا وأصحابه من كل مكان بيحاوطوها. وبتقرر ماليفيسنت إن أحسن عقاب لإنجليس إنها تتفرج على المملكة وهي ماذا، وبتوصل أورورا لعريسها في حضور كل البشر وكل الجنيات. وبكده تكون ماليفيسنت قدرت توحد المملكتين والشعبين مع بعض. وتاني يوم بتروح ماليفيسنت لأورورا وفيليب وبتقول لهم إنها هتروح تعيش في أرض الجمع اللي عايش فيها باقي فصيلتها، وبتودعهم وبتقول لهم إنها ترجع لهم تاني بعد ما يخلفوا. وبيخلص الفيلم على كده. وما تنساش تقول لنا رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وكمان تقدر تقترح علينا أفلام تانية. وسلام.